موسم كل التحديات بفكر جديد بقائد وليد الجديد هو تشابي الونسو، الرمز للكرة الإسبانية والقائد السابق. تشكيلة اوساسونا ضيف العشحة فرديا أنه كان هداف الليغا وهداف أوروبا. براهيم دياز يمشي بفضيحة والخامس عبارة عن انتحار. تمشي كرة للميرينجي. ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس يتقدم، جونيور فيني يتقدم والدفاع يتصدى والكرة في الاوت للحارس إيريرا. لم يخسر الميرينجي باخر 20 مباراة ضد اوساسونا، مسجلا 14 انتصار مقابل 6 تعادل. صفرية دخلت طي التاريخ بأرقامها السلبية. الآن الريال يبدأ مع مدرب دقيقة 27 ثانية في موسم طويل وموسم التحدي. ترجع الكرة بيضاء مدريدية، الوان تو ودي كان انتصر فيه على التيرول النمساوي برباعية نظيفة من 8 أيام بالضبط يوم 12 من هذا الشهر. دياز حط الكرة عن طريق كاريراس يشوط الكرة الأولى ويخرج بالأوت وسط هات الوري هنا من عشاق ومدرجات مدريد يا بيضاني. يا بيضاني التاريخ يتكلم مع بداية الموسم ليقول أنه آخر 4 مواجهات على ملعب البرنابيو خسر اوساسونا مدرب لليفانتي. ترجع الكرة للملوك الملكي تراجع بين ظفرين شخصية كارلو أنشيلوتي. تكلم الكابتن في الاستوديو شيبو، ماذا هو الصانع اليوم امام الانصار؟ لا سبيل الا الى المكسب. انا لا اتكلم على دوري في البدايات، انا اتكلم ليفركوزن ما هيش ضغط ميرينجي، ما ضغط الجمهور، ما هيش ضغط، وبالتالي هذا مفهوم جدا. جوزي مورينيو كان ناجح لانه يتعامل بالاثنين نفس الشيء وقتها كان يدربهم خافيير كليمنتي. تيبو كورتوا اول لمسه في السيزون ترجع الكرة وسط الملعب، الاشقر الى وسط الملعب، نو فاول. الكرة تلعب لاوساسونا، يضغط الريال، ممتازة من كولر. كرة تمشي لفريق اوساسونا، 12 دقيقة لعب. ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الملعب الى التماس او الى خطأ بصافرة الحكم بعد اشارة ورفع الراية من المساعد. خطأ يستفيد منه نادي اوساسونا. اوساسونا من سنوات ينشط ضمن كبار الليغا. يمشي ابراهيم، حاط الكرة الريال ويسري يشوط كرة والحارس والمتابعة والدفاع امام دياز. اللمسة الأولى على المرمى، أول كرة كانت من الوافد الجديد، تسديدة ولا أروع، ريبوند والحارس يتصدى امام كرة الملكي. شواميني، ارنولد، شواميني، من سيسجل اول اهداف الموسم؟ انا نقول كيليان او دياز. ترجع الكرة لمدريد، فينيسيوس فيني صح. ونقطة قوة الريال حارس المرمى واول المدافعين تطمن عليه. الريال طويلة يبحثون عن سرعة وكنترول ممتاز، يمشي بالكرة بظهره ولكن تسلل او اوت الكرة. هل هي رمية من الجانب؟ تماس، ترجع الكرة لفريق ريال مدريد. ترجع الكرة وسط الميدان، يلعب بويسان في وسط الملعب بيدر ميليتاو. حط الكرة عن طريق الطرف الايسر كاريراس. كما قلت لكم ركزوا اللعبة مش كانوا كامكانيات فردية ولا واحد يشك، ولكن يلزم يتعلموا ويلعبوا للجمعية. كرة شواميني، حط الكرة كاريراس ممتاز وفي خطأ، فاول وسط الملعب. كرة ترجع من كاريراس. 19 دقيقة لعب في الشوط الأول. كانت ممكن الريال يتعامل مع المواجهة بالمحطات واحدة واحدة، يعني الآن في كأس العالم في المونديال الأمريكي، وبالتالي منتظر هذه البداية تماشى ويمشي مع تحسين أداء الفريق ومستوى الفريق، إيجاد النجاعة، إيجاد التناغم، إيجاد الفريق اللي يتعود ببعضه. مش سهل زوز 3 والهدوء
الهدوء الذي يسبق الهدف، خطيرة بالراس لكيليان مبابي، ولكن طرد فيني جونيور وخطيرة والحارس وسالة سال الكرة من كيليان مبابي. فرصة أولى متاحة للميرينغي أو محاولة ثانية قوية من الريال بعد تسديدة ويسن. شوف الكرة الأخيرة، حط الكرة في مكان مناسب لكن كيليان يهدرها. كرة المدريد، شواميني، كيليان مبابي يلعبوا 5-4-1 بامبلون وساسونا. دياز تعود توني كروس، كرة خطيرة وملعوبة ممتازة والحارس يتدخل. كرة تمشي عن طريق الحارس إيريرا، نسبيا مرتاح إيريرا، حتى التسديدات اللي كانت من بعيد كان يضغط عن طريق أردا. كولر يخسر كرة، يرجع الريال في المونديال. لذلك لازم يكون عندك بنك ثري وحلول وقطع غيار. تمشي كرة عن طريق فالفيردي، أرنولد فالفيردي. معناها باريس حتى لو ينطلق 5-6 جولات يضيع نقاط يرجع ويفكها. تبقى في الانال وفي تاريخ الشامبيونز ليج. كان رائع جدا. كارير يورب، كيليان يدخل قوية بالسرعة، كيليان يعودها وفاي عاقل فيها بنالتي. الحكم يقول ضربة جزاء. أم ماذا لريال مدريد؟ الكاميرا والمخرج لا يرصد اللاعب والآن نقول ضربة جزاء رسميا بنالتي مدريد. شعمت له يا كيليان، شعملت يا كروز. كيليان مبابي فهي عاقفة مش كلام. ضربة جزاء. هل لمسوا؟ الزوايا مختلفة، انظر يمين واليسار. الكرة القدام، الريال إيريرا وكيليان وجول. 1-0 الميرينغي، 1-0 الملكي. تحية ملكية هنا من قلب مدريد. إذا أول أهداف الموسم، موسم استعادة التاج، موسم انطلاقة شابي ألونسو بضربة جزاء وجول كيليان مبابي. هدفه 32 للملوك في إطار الليغا. بالنسبة للمدافع كروز، حار جدا في مدريد. يمشي الكرة، بطاريات ما زالت لم تشعر. وافريقيا اساسا تكون المرحلة الحاسمة بين قطر والسعودية في أكتوبر. يعني ترجع الكرة للميرينغي. دياز كان صرح أكثر من مرة بعد تلك المباراة أنه استفاد وسيستفيد لوتي، وكانت معذبة كارلو أنشيلوتي. هاو فالفيردي يمين، هاو فاسكيز في اليمين، هاو قبل